خلاص ورحت شفيته. بعد ما اشفه اعمل ايه؟ هجيب الماجوره بتاعتي واشوف مقدار الكشكشه اللي انا عايزاها من تحت. الكم اللي بكشكشه من اسفل ده ممكن ان انا اجمع الكشكشه دي باسوره، وممكن ان انا اجمعها ايه باسفل. فانا هشيل خلاص ده بعد خلاص ما شفيته اهو، شفيت الحدود بتاعته حوالين داير. هروح ازود 10 سم اهو. انا مثلا عايزه اعمل مقدار الكشكشه ايه 10 سم. انت عايزه تعملي كشكشه كتيره شويه يبقى ممكن تعمليها 12، ممكن تعمليها 15 على حسب الخامه اللي انت شغاله بيها. يعني الرقم اللي بيتضاف هنا ده رقم مش ثابت. انا ده اصلا كنت عاملاه 12، فرحت انا زودت هنا ايه 12 تاني قديها. طيب وبعد كده بتجيبي الريجه بتاعتك وتوصلي النقطه دي اللي هي ب 12 سم بالنقطه دي اللي هي حرده الابر. يبقى كده كده خلاص. طيب نروح نحدد الشكل الخارجي بالقلم وكده. خلاص خلص بمنتهى السهوله. ونحط القماش 4 طبقات ناحيه المتني علينا، ونحط الباترون بتاعنا ونثبته بدبابيس كويس ونقص. هيطلع لي كم واسع من تحت. الوسع اللي من تحت ده اجمعه على مكنه الخياطه كسرات صغيره، كشكشه، هلمه باستك على طول، هلمه باسوره براحتي بقى على حسب التصميم ايه اللي انا شغاله فيه. يبقى هنكتب على ده كده ان ده ايه باترون كم كشكشه من اسفل. تمام. طول الكم اللي احنا شغالين بيه في المقاس ده 60. ليه؟ عشان اللي هتاخد الباترون لو هي اطول من كده تعمل حسابها ان هي هتطول، لو هي هتركب اسوره تعمل حسابها ممكن تقلل شويه عشان الاسوره هتعوض الطول. نخلي بالنا لان الاسوره بتطول الكم معانا. واستخدم بعد كده مقص الباترونات وقص. خلي بالنا قلنا قبل كده برضو كذا مره ما نستخدمش المقص بتاع القماش، المقص بتاع الورق للباترونات، المقص التاني بتاع القماش للقماش فقط. ليه؟ لان المقص بتاع القماش لو انت استخدمتيه في قص الباترونات هيتكلم خساره، هيتكلم ويبوظ معاكي. لا، خلي كل حاجه ليها الحاجه بتاعتها. مفيش حد في البيت يستخدم المقص بتاع القماش بتاعك في اي حاجه كده. يبقى احنا كده ما عملناش اي تغييرات في حردة الكم. التغييرات كلها في الجزء اللي من تحت. سهل ده ولا صعب؟ كده ادي الباترون بتاعنا. وبنظهر دي كده ان انا زودت هنا 12 سم على ال 12 سم الاساسيه. دي الاساسيه بس في